مرحبا. هناك تلاعب جزائري سافر ضد مسعد بولس كبير مستشار الرئيس ترامب لشؤون أفريقيا. المصدر لو كوليماتور. إذن أثارت المقابلة التي أجراها مسعد بولس أمس مع قناة فرانس 24 ضجة داخل النظام المتداعي للكتائب، ولسبب وجيه. فقد أدلى بولس كبير مستشار الرئيس ترامب لشؤون أفريقيا بهذا التصريح القوي الذي نقله الصحفي المخضرم مارك بيرلمان من القناة الإخبارية الفرنسية الدولية، والذي أجرى المقابلة. وصرح بولس كما نقله زميلنا الفرنسي: الصحراء الغربية مغربية، والجزائر تقدم مساعدة لا تقدر بثمن. بيان رسمي وواضح لا لبس فيه، موقع من بولس الرجل الذي يهمس في أذن ترامب. مع ذلك يبدو أن هذا التصريح القاطع قد قوبل بتفسير مختلف على الجانب الآخر من الحدود الشرقية للمغرب. فكما هو معتاد في أساليب التمويه، حاول النظام الماكر إخفاء هذه الحقيقة الصارخة باللجوء إلى أسلوب اقتطاع البيانات لتشويه معناها الأصلي لأغراض التلاعب أو التضليل الإعلامي. تم تجاهل جوهر المقابلة عمدا من قبل دعاية معادية في محاولة خبيثة ومضللة ويائسة لتضليل الرأي العام، وذلك بسبب اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، وقرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يرسخ البعد الإقليمي للنزاع ويشير إلى الجزائر كطرف فيه بنفس عدد مرات الإشارة إلى المغرب. وجاء في المقابلة: يشكر كبير مستشار الرئيس ترامب الجزائر بصفتها دولة مراقبة على دعمها لحل مقبول للطرفين المتنازعين المغرب وجبهة البوليساريو. إذن الجزائر التي استضافت ومولت وسلحت ميليشيا البوليساريو لمدة نصف قرن أصبحت بطريقة ما دولة مراقبة. العجب! هذا يكفي لجعل جمال الحمادة تندوف تضحك، وهي الشهود عيان على أكبر خدعة عرفها العالم في تاريخ الصراعات. صحيح أن السخرية لم تقتل أحدا قط، لو كان الأمر كذلك لكانت مرادية تيتانيك مليئة بالجثث. إلى اللقاء.